السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة رهاب ستارز. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال يا ربي. تعطلت عليكم هاد المره هادي، شحال هادي ما حطيت لكم فيديو. اليوم حبيت ندير معكم بان سويس الفرنسي اللي درتو بمكونات بسيطه، وكذلك اللي كيجي ساهل ما فيهش كثره اوراق وبلا كثره تماره ولا عذاب. وكنتمنى الفيديو اللي غنقدم لكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك والتعليق ديالكم الزوينين، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا. نبداو التحضير ديال بان سويس ديالنا على بركه الله. اول حاجه البنات كنبداو بها هي انه كنحضروا الكريمه ديالنا باش كنحطوها الى جنب تبرد لينا، عاد كنبداو نعجنوا البان سويس ديالنا. بالنسبه للكريمه انا هنايا غنحتاج نصف لتر ديال الحليب، 4 المعالق ديال السكر، 2 معالق ديال كريم باتيسير بيضه، و2 معالق ديال النشا. كناخذ كاسرونه كنوضع فيها نص لتر كامل ديال الحليب، وغادي نضيف ليه 2 معالق ديال المايزينا، وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال مستحضر ديال لا كريم باتيسير، و4 المعالق ديال السكر، وغادي نضيف بيضه حتى هي. بالنسبه للبيضه كتبقى اختياريه، ولكن كتعطي واحد الاضافه زوينه، كتجي لا كريم ديالنا كتجي لذيذه بزاف ملي كنضيفوا ليها هاد البيضه. كيف قلت لكم كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها بالطريقه العاديه. كنحركوا جميع المكونات كامله، من بعد كنشعلوا عليها البوطه على نار هادئه، وحنا كنحركوا مزيان هاد لاكريم هادي باش ما تلصقش لنا في القاع. من بعد ما كنشوفوها بدات كتعقد ليا كنضيف ليها واحد المعلقه ديال الزبده، وكمع التحريك حتى كنشوف ان داك الزبده دابت ليا تماما. هنا الكريمه كيف كتشوفوها هي واجده، بدات كدير واحد الفقاعات، هنا كنعرفوا بان الكريمه ديالنا راها وجدات. بعد ما طابت لينا الكريمه ديالنا وهي سخونه ما نخليوهاش حتى تبرد، غادي نغطيوها بالسلوفان على الوجه ديالها او ميكا عاديه بلاستيك غذائي عادي، باش ما كتكونش لنا واحد القشره فوق الكريمه ديالنا وكتبقى لنا مزيانه. من هنا غنحطوها جانبا، وغادي نمشيو باش نحضروا العجين ديال البان سويس ديالنا. بالنسبه للعجين كنحتاجوا 500 غرام يعني نص كيلو ديال الطحين الفورص، ومعلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز، وعندنا معلقه صغيره ديال الملحه، ونص كاس ديال السكر. بالنسبه اللي عنده كاس ديال العنبه يدير ثلث ديال الكاس، ما يديرش النص كامل غير الثلث. وكنحتاجوا 2 كيسان صغار ديال الحليب اللي غادي يكون دافي، او كاس ونص ديال العنبه. انا هنايا كيف كتشوفوا راه الكيسان عندي صغارين، وغادي نضيف لهم واحد 4 كاس ديال الزيت، وغادي نخلط هاد المكونات كامله وغادي نعجن العجين ديالي. هنا كيف كتشوفوا انا هنايا غنبدا نجمع العجينه ديالي باش كاع داك المكونات اللي ضفت للعجين تدخل في بعضياتها. وبالنسبه للعجينه ما كتكونش عندنا قاصحه، راه كتكون عندنا رطبه. كيف غادي تشوفوا هنا من بعد ما جمعتها انا غادي نوريكم العجينه كيفاش كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رطبه ما كتجيش قاصحه صافي. وكنستمروا بالدلك ديالها. بالنسبه لهاد العجينه هذه راه كتبغي الدليك، حاولوا تدلكوها قدر المستطاع، دلكوها مزيان مزيان كيف كتشوفوا في لا فيديو البنات. صافي من بعد ما دلكناها مزيان غادي نشد معلقه ديال الزبده، غادي نقطعها طريفات صغار، وغادي نحاول ندخل داك الزبده اللي في العجينه كامله وانا سندلك. ملي غنحس بان الزبده دخلات في العجينه كامله صافي غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نغطيه بالسلوفان او بميكا، المهم نغطيه مزيان وبواحد الزيف ونخليها تختمر ويضاعف الحجم ديالها كامل. من بعد ما خمرت لنا العجين وضاعف لنا الحجم ديالها كناخذوا شويه ديال الدقيق كنديروا فوق سطح العمل وصافي، وكنبداو نبسطوا العجين ديالنا بالدلاك على هذا الشكل حتى كتورق لينا كامله، حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي رقيقه تماما. وانا كندير شويه طحين غير بتجنب التفادي باش ما تلتصقش لي العجين فوق سطح العمل. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنحصل على واحد العجينه اللي رقيقه. من بعد ما
دلكتها كامله وحصلنا على هاد العجينه اللي رقيقه. خديت الزبده 250 غرام ديال الزبده اللي حتى هي دوبتها في الاول باش بغيت نصاوب لا كريم باتيسير، حتى هي دوبتها وخليتها جانبا. منين كتبرد راه كتولي على شكل بوماده، ما ديروهاش ديك الساعه لان كتكون دايبه بدا تسيح لكم في الجناب. هنا من بعد ما حصلنا على منين بردات وداك الشيء، يعني راه ولات هاد الزبده هذه بحال شكل بوماده. كناخذوا نصف الكميه وكنوزعوها فوق العجين بشكل متساوي. من بعد ما وزعنا الزبده ديالنا غادي نبدا نرولي العجين على هذا الشكل كيف كتشوفوا في الفيديو بحال هكا البنات باش يجينا بشكل متساوي. صافي وغادي نطويها وغادي نخليها حتى هي تختمر نخليها غادي اسمحوا لي البنات تلفات ليا الهضره وصافي وغادي نخليها حتى تختمر مره واحده اخرى وترتاح باش تعطينا الطعم منين نبغيو ندلكوها ما تعذبناش. شوفوا انا غطيتها بالسلوفان هي باش حيت دابا الجو بارد باش ما يدخلش ليها البرد وداك الشيء باش ما تعذبنيش دغيا ترطاب ليا وتعطيني الطعم. هنا كيف شفتوها هي دغيا رطابت وعطاتني الطعم. صافي بنفس الطريقه غادي نعاود ندلك العجينه ديالي ونبسطها حتى يولي السمك ديال العجينه ديالي رقيق مزيان مزيان مزيان. كنستمر بنفس الطريقه وانا كندلك. من بعد ما دلكت العجينه وحصلت على هذا السمك اللي رقيق، ديك الكميه المتبقيه اللي بقات عندي نص الكميه، نص ديال الزبده اللي درت في الاول اللي بقى عندي غنحاول نوزعها كامله. كيف كتشوفوا ملي كتذوبوها على اتساع راه كتولي على شكل بوماده هاد العجينه هادي. صافي غنحاول انني نوزع الزبده بشكل متساوي. على هاد الطريقه هادي البنات كيف كتشوفوا في الفيديو. صافي وغادي نعاود نديروا ليها بحال الشكل الطريقه الاولى. راها كتجي ساهله وما فيهاش كثره ديال التماره وكتجي مورقه ورائعه بزاف. هنا صافي غادي نخليها غادي ترتاح باش منين نجي ندلكها ونشكل البان سويس ديالي ما تعذبنيش، تجيني ساهله دغيا تعطيني الطعم. صافي وغادي نخليها جانبا. من بعد ما ارتاحت ليا العجينه بنفس الطريقه بنفس الطريقه اللي درنا في الاول غناخذ اللاك ونحاول انني نورقها كامله حتى تسرح ونحصل على واحد العجينه اللي رقيقه. ما تحاولوش تخليوها غليظه البنات باش ما تجيكمش البانسوس ما كتبغيش تجي تكون غليظه، السمك ديالها تحاولوا يكون رقيق. بالنسبه لها الكريمه اللي وجدنا قبيله اللي وجدنا في الاول كناخذوها وكنوزعوها كامله من الجن. كيف شفتوا انا خديت داك الجراره ديال البيتزا هي قديت الاطراف باش منين نجي نروليها تعطيني الطعم ما تعذبنيش. كيف شفتوا انا نحاول انني نوزع الكريمه بشكل متساوي يكونوا بحال وغادي نتني اسمحوا لي وغادي ناخذ هادو حبيبات ديال الشكلاط ديال كوكيز. انا هاد الباكيه اللي وريتكم راه كناخذها ب5 دراهم وفيها واحد الكميه اللي زوينه فيها كميه يعني راه شاط ليا منها راه شكلت بها وراه باقا عندي شايطه. صافي كندير الكميه ديال الشكلاط اللي بغيت. بالنسبه اللي ما عندوش هاد الشكلاط هذا تقدري تاخدي غير قطعه ديال الشكلاط ديال 4 دريال وتقطعيهم طريفات صغار وديرهم فوق لا كريم باتيسير. من بعد كنتنيها على جوج على هذا الشكل وكنحاول نضغط شويه بالاطراف بالاصبع ديالي باش يلصقوا ليا. كناخذوا صفر بيضه والحليب كنخلطوهم مع بعضياتهم وكندهن هاد العجينه ديالي باش تعطينا واحد اللون ذهبي وزوين بزاف. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه نحاول ندهن حتى الجنابات كامله مزيان مزيان. كيف شفتوا هنا من بعد ما دهنتها بالبيض بالصفر ديال البيضه والحليب اللي خلطتهم مع بعضياتهم كناخذ القطعه ديال البيتزا او موس. كنفضل البنات انكم تاخذوا قطعه ديال البيتزا باش ما تعذبكمش في التقطاع ديالها وكنقطع على هذا الشكل هذا. هنايا راه شويه انا معذبه لان كانت الكاميرا على يدي اليسار داكشي علاش شويه تعذبت. ولكن ديروا جراره ديال البيتزا راه بالزربه كتقطع وكتعطي الطول. كنديروها على شكل مستطيل ونحاولوا نديروهم بشكل متساوي باش يجيو قد
يجيونا لي بان سويس قد بعضياتهم. هنايا من بعد ما قطعتهم غادي ناخذ طاوه ديال الفران، غادي ندهنها بواحد شويه الزيت وندير فوق منها ورق الزبده باش يلتصق ليا. كندهن الطاوه بالزيت كيف قلت لكم، وكندير فوق منها ورق الزبده، وكنحط البان سويس ديالي. كنحاول انه ما نديرهمش ملاصقين مع بعضياتهم، نخلي واحد شويه ديال الاتساع ما بين وحده ووحده لانهم باقي غينتفخوا صافي. ومن بعد غادي نخليهم يخمروا مزيان مزيان البنات. غتخليهم دابا يخمروا مزيان، عاد غادي تعاودوا دهنوا الوجه ديالهم بالصفر ديال البيض والحليب اللي كانوا شاطوا لنا في الاول. ومن بعد كندخلوهم للفران يطيبوا على نار هادئه 180 درجه. ما تجهدوش البوطه، كنشعلوا الفران من التحت، وملي كنشوفوا تحمروا لنا من التحت وبداو كيتورقوا وطاب لينا من التحت كيف قلت لكم، غادي نطلعوها الفوق باش تكمل التحمار ديالها صافي. وكان هذا هو البان سويس ديالنا. من بعد ما خرجته من الفران دهنته بواحد شويه ديال الناباج واللوز ايفيلي وواحد شويه ديال الحبيبات الشكلاط. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري البنات، تزينوا بالطريقه اللي بغيتو. وهنايا وصلنا لنهايه الفيديو، وكنتمنى الفيديو اللي قدمت لكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشوفوا كيفاش جاو مورقين ورائعين. وباي باي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.